سلام المسيح. أنا عامر يوناثان، راعي الكنيسة العربية في سنسناتي أوهايو، وفي الأصل من الأردن. وقلبي في هذا اليوم أصلي من أجل شعب الرب وبلدنا العزيز الجزائر وشعب الله فيها، ومن أجل كل الشعوب ساكنة فيها. وقلبي قبل ما أصلي فعليا أطلق كلمات نبوة موجودة في الكتاب المقدس في سفر حزقيال والعدد الإصحاح 37 والعدد الأول، وبطلقها فعليا للجزائر في هذا الوقت، وخاصة في العدد 10، لكن راح أقرأ من العدد الأول. بيتكلم الكتاب المقدس: كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما، وأمرني عليها من حولها، وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذ هي يابسة جدا. فقال لي: يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا أدخل فيها روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب. فتنبأت كما أمرت، وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي: تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم، قل للروح هكذا قال السيد الرب: هلما يا روح من الرياح الأربعة وهبي على هؤلاء القتلى ليحيوا. واسمع كلمة الرب في هذا الوقت: فتنبأت كما أمرني، فدخل فيها الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيشا عظيما جدا جدا. قاموا على أقدامهم جيشا عظيما جدا. وصلاتي في هذا اليوم: الرب يقيم جيشا عظيما جدا جدا في الجزائر باسم المسيح. يقيم جبابرة بأس، يقيم جيشا عظيما يصنع مرضاته ويصنع مقاصده باسم المسيح. وكل عظام مائتة، وكل شعوب مائتة، وكل نفوس ما زالت متصلبة في قلوبها ومتصلبة في الفكر، وما زالت في غشاوة على العيون، ما زال لم يعرفوا مقاصد الله ولم يبصروا خلاصه ولم يعترفوا بخلاصه. إلى هذا اليوم الرب يأتي باسم المسيح ويحيي هذه العظام ويكسيها عصبا ولحما ويرسل فيها روحا فتحيا باسم المسيح من جديد. والشعب الساكن في الجزائر يبصر نور الرب، والشعب السالك وكل شعب ما زال في الظلمة يبصر نور المسيح، نور الخلاص باسم المسيح. هذه صلاتي في هذا الوقت. وفي أشعياء بطلق كمان آية أخيرة في أشعياء والإصحاح 40 والعدد 26 بتكلم: ارفعوا للعلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها، يدعو كلها بأسماء يا شعب الجزائر. لكثرة القوة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد، لا يفقد أحد باسم المسيح، لكن الجميع يبصر النور، الجميع يبصر الخلاص، والجميع يعرف الإله الحي ملك الملوك ورب الأرباب، إله كل قوة وإله كل قدرة. يا رب أنا بصلي من أجل شعب الجزائر زيارة خاصة في هذا الوقت باسم المسيح، تزور وتفتقد بسلطان الدم، ترسل روحك ليجول البلاد ويصنع عجبا ويحيي كل ما مات، ويحيي جيشا عظيما جدا جدا باسم المسيح. روحك يجول ويصنع عجبا، روحك يجول ويخترق، تزيل كل قشور عن العيون فيبصر الجميع نورك وخلاصك باسم المسيح. أنا بعلن على الجزائر حياة، أنا بعلن على الجزائر النصرة، أنا بعلن على الجزائر شعب مقدس ومكرس للمسيح باسم المسيح، يبصر نور المسيح ويحيا بحسب مقاصده باسم الرب يسوع المسيح. أصلي هذا لشعب الجزائر وأعلن محبتنا الكاملة لشعب الله فيها باسم المسيح. للرب كل المجد، والرب يبارك حياتكم وأنتم في صلاتنا في كل وقت. الرب يبارك حياتكم باسم المسيح. آمين. هاليلويا هاليلويا.